بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. في إطار الوصفات السهلة والسريعة نوجد اليوم مسكوتشو بحبة بيض فقط، مسكوتشو تاع المقلاة. نبداو سريعا في المقادير. عندنا نصف كاس تاع الماء، ممكن تعوضيه بنص كاس تاع حليب، نصف كاس تاع زيت، نصف كاس تاع سكر، وعندنا كذلك حبة تاع بيض، ونكهة أنا هنا عندي عطر المشمش، وكيس تاع الخميرة الكيميائية وزن 10 غرام. نبداو في التحضير على بركة الله. ناخذ الحبة تاع البيض تاعنا، نضيفوا عليها نص كاس تاع سكر، ونحاولوا نضربوا الكل جيدا. هكذا غير بالفوي فقط، يعني ما تستحقي لا باتور لا ضرب كهربائي ولا باليد فقط، راح تحصلي على نتيجة روعة. بعد ما ذبلنا هذاك السكر في البيض، نضيفوا كذلك نصف كاس تاع الزيت، ندخلوا فيه جيدا. نضيفوا البنات رشة ملح باش نعدلوا الذوق، وكذلك المنكه، انا عندي ملون ومنكه في نفس الوقت، عطر المشمش. ونضيفوا كذلك نصف كاس تاع الماء، نبداو ندخلوه تدريجيا. قلت لكم ممكن تعوضوا نصف كاس تاع الماء بحليب اذا كان عندك، ولا نصف كاس تاع عصير برتقال، يعني هادو كامل بدائل، ولا علبه تاع الياغورت ناتور او منكه كيما حبيتي. في هذه المرحله راح نضيفوا 2 كؤوس تاع الفرينة. نضيفوا الفرينة تدريجيا او الطاحن، هذا الكأس الاول. نوضع عليه الكيس تاع الخميرة الكيميائية وزن 10 غرام، وندخلوا المكونات بعضها. نزيدوا كذلك الكاس الثاني. هنا الكاس تاعي انا تاع 240 مليلتر. نضيفوا الكميه الباقيه تاع الفرينه. هنا البنات راح تماسك شويه بصح ما تخافوهاش، لان راح نزيدوا ملعقه تاع ماء وملعقه تاع خل. نضيفوا البنات ملعقه تاع خل. الخل هنا يعمل كمحسن، وكذلك نخفوه بملعقه تاع الماء، وندخلوا المكونات جيدا. هنا شوفوا البنات القوام اللي لازم يكون عليه الخليط، هو عجينه تاع المسكوتشو لكن شويه ثقيله. نشوفوا فيها هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. في هذه المرحله البنات نجيبوا المقله تاعنا، ولازم المقله هنا تكون ثقيله. الا كانت المقله تاعك خفيفه راح تحرق لك المسكوتشو تاعك، ما تنقصي النار راح يحرق، يعني المقله هنا تلعب دور مهم. ندهنوها بزبده او مارغرين كامل في الجوانب تاعها كامل. من بعد نفرغوا فيها هذاك الخليط، نديرو هكذا كلش بارد في بارد. نجيو نفرغوا الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا البنات. فرغنا هذاك الخليط في المقله تاعنا، دوك ندوه ايطيب.
نجيو البنات المرحلة تاع طياب تاع الموسكوتشو تاعنا. حبيت البنات فقط نوريكم كيفاش لازم تكون النار تاعنا. انا نوضح هكذا على الراس الكبير كامل، الدور الكبير كامل، لكن النار لازم تكون ناقصه لاقصى درجه، يعني نقصوا قد ما تقدروا، تبقى حاجه خفيفه فقط. ونجيو نوضعوا المقلاة تاعنا ونخلوها تطيب في غرضها. هنا البنات عندي ملاحظه فقط. الا كي اللي خفتي المقله تاعك تلصق لك، في هذه المرحله من قبل ما تحطي الخليط تاع المسكوتشو تاعك، تقطعي ورا دائره، يعني على حساب القاعده تاع المقله تاعك من البابوي كويسون. تدهني قبل المقله تاعك بزبده ولا زيت، من بعد وضعي القطعه تاع البابوي كويسون في القاعده او ورق الطهي. من بعد باش تفرغي عليها الخليط تاعك. هنا في هذا، اذا درتي هذه الخطوه راح تضمني انه المقله تاعك ما راحش تلصق، خاصه لكن اللي كنتي شاكه في المقله تاعك. يعني هذه كما ملاحظه زياده فقط. نخلوها طيب في غرضها، من بعد نعاودو نرجعوا ليها. نحضروا الصوص كراميل تاعنا. في طنجره نوضعوا نص كاس تاع سكر، نخليوه يذوب. كيما راكم تشوفوا البنات السكر تاعنا داب. دونك في هذه المرحله راح نضيفوا له نصف كاس تاع الماء، مخلط مع نصف ملعقه تاع الاكل تاع مايزينا. نضيفوا الخليط تاعنا كله يتجانس معاه. هنا بعد ما داب هذاك السكر مع المايزينا وداك المريض هنا جنسو كامل، راح نوضعوا نصف ملعقه تاع زبده ولا مرقايه. بعد ما تذوب هذيك الزبده خلاص تكون الكراميل تاعنا وجده. هذه الصوص كراميل تاعنا وجده البنات، شوفوا هذا هو حلاوه. دوك في المرحله نطفيو عليها، بهذا تكون الصوص كراميل تاعنا. هذه هي البنات الكيكه تاعنا بعد ما طيبناها، كانت تحمرت لي شويه بزياده. دوك في هذه المرحله نجيبوا الصوص كراميل تاعنا وهي هكذاك سخونه، نديروها عليها على الوجه كامل تاع المسكوتشو تاعنا. نحاولوا نوزعوها على كامل الوجه تاع الخبزه تاعنا. كل ما كانت المسكوتشو تاعنا سخونه كل ما تشربت افضل بهذاك الصوص كراميل. من الافضل انك بعد ما توجديه مباشره ديريه على الوجه تاع المسكوتشو، لانه الا برد ما راحش يعطيك هذه السلاسه في الاستعمال. كما راكم تشوفوا البنات نوضعوا كامل شكل حلزوني على الوجه بواسطه كوردون، نحاولوا نعملوا خطوط. دوك نولو بطريقه عكسيه. انا الحواف حبيت نضيف لها جوز الهند كلمسه اضافيه. هنا البنات ماشي شرط عليكم انكم توضعوا لها الكراميل، ممكن انك تزيني شوكولا مذابه، يعني قطعه تاع الشوكولا تضيفي لها الحليب ذوبيها
من بعد ديريها من الفوق يجي غاناش، أو إنِّك تدهنيها بالمعجون وتوضعي عليها مكسرة تاع الوجه. يعني التزيين هنا اختياري، تزيني كيما تحبي. هذه هي حلوتنا لليوم البنات. كيما راكم تشوفوا بحبة بيض درنا خبزة تاع موسكوتشو، تفرحي بها نفسك ووليداتك. القهوة تاع الصباح ولا القهوة تاع العشية وتوجد لك بالخف، يعني ما راحش كامل تاخذ منك وقت. حتى المقادير كيما شفتوا بسيطة، ما فيهاش يعني تكاليف. نتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوها، وانا اكيده اذا جربتوها راح تنجحوا فيها. اذا عجبتكم الوصفه حبيباتي ما تنسونيش من لايك ومشاركه الوصفه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.